أسعد الله أوقاتكم بكل الحب والخير أهل اليوتيوب. يوتيوب إيه؟ يوتيوب روبر، يوتيوب نون. ازيكم يا حلوين؟ عاملين إيه؟ صباح الخيرات في يوم جميل مشرق لذيذ. الحمد لله على إننا ربنا سايبنا نعيش لليوم اللي هو النهاردة يعني، وصحين مرتاحين نفسيا، مرتاحين مبسوطين، الحمد لله رب العالمين. أتمنى هذا يعني لكم ولي. طيب أنا دلوقتي رايحة المستشفى عشان آخد الإشعة بتاعت الرنين بتاعتي وأطلع على دكتور الإيه؟ دكتور الإيه؟ المخ والأعصاب. أنا مش لابسة ساعة في إيدي فببص في الساعة، قال مش لاقية الساعة، ما علينا. المهم الجو بقى أفضل سنة يعني، مش بطال. أوكي. أنا اليومين اللي فاتوا كنت حاسة إني تعبانة شوية، ما عنديش مجهود، عشان كده ما قدرتش أعمل لايف. ده غير قصدي لايف. خرجت بس مش عشان أصور. خرجت في ناس حبايبي عدوا عليا، أخدوني ودوني ويسترن، لأني ما كنتش قادرة أسوق، وابني كمان كان الويك إند قضاه في الساحل. قلت له طيب ولا شرير؟ قال لي لا الشرير. قلت له طيب ده انت عاوز لك في اليوم ولا 2000 جنيه؟ قال لي بشكلها كده. قلت له يلا اتبسط يا ابني وربنا معاك وكده. وهو بقى مسافر استغليت الموقف، نزلت رحت ويسترن عشان اخد فلوس اللي هو اليوتيوب يعني، بس كنت سايباها من السبت اللي قبله. يعني انا يوم الجمعه رحت، انا سايباها من السبت اللي قبله. قلت لا انا ما اضمنش هيقعدوا قد ايه، فكنت اتصلت بيهم قالوا يقعد 3 شهور. لكن الفرع بتاع الحمد لله اني سالته قال لي يقعد 45 يوم بس عندي، اللي هو فرع الرحاب اللي انا بسحب منه. فانا اصلا رحت مش متلهوجه على الفلوس دي، انا رحت علشان متلهوجه بصراحه على الفلوس التانيه. ان بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله اكبر. ربنا يا رب يبارك لهم وما يحرمني ابدا من دعمهم. الناس حبايبي السعوديين بعتوا لي قالوا لي في مبلغ عشانك ومش عارف ايه. رحت، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عارفين انا قعدت والله العظيم عينيا بقيت مدمعه، لان قلت يا رب انت نصرك كده، نصرك بالشكل ده. انا قناتي طلع عيني فيها، كانت بتصعد، كانت بتطلع، كانت ما شاء الله اخلاقيا قناتي يضرب بيها المثل. محتوايا ثقافي فكاهي فني، كل حاجه موجوده فيها، ومفيش قناه لما نفس اللي انا لما ده كله. اوكي. غير طبعا انا شخصيه نادره في ان انا ما برضاش ان اي حد يدخل عندي. انا ليا فانز او جمهور محترم معين، مش اي حد ادخله عندي. الناس دول اكيد شافوني وعرفوا من كلامي الحاجات اللي حصلت لي والمفارقات. وانا قلت للتانيين، قلت لهم افضلوا اعملوا كده، وانا هفضل باخلاقي، واخلاقي هي اللي هتخليني انتصر. لان الناس في الاخر لا يمكن هتقارن ما بين قله الاخلاق والاخلاق، مستحيل. فالناس بقى بصوا لقوا لغط وقله ادب وقنوات بتفتح عليا ومش عارف ايه بتاع، وهم شايفين ان انا بنت ناس ومحترمه، واكيد اكيد اكيد فاتحه حاجه زي كده. اولا طبعا انا الاول زي ما قلت لكم كنتش فاكره انها ممكن تجيب فلوس يعني قوي تعيش او كده، ولكن جابت فلوس يعني، الحمد لله. ابتدت اهي، الحمد لله يا رب. ربنا يا رب يكتر الداعمين ويكتر الحاجات دي. بالمناسبه بقى كان في واحده وماذا اقول، ما تنسوش اللايكات. كان في واحده بقى جايه تقول لي ايه، بعتالي يعني من ضمن المسجات، انت قاعده على قناتك بتشحتي. تمام، ده على اساس ان انا شحت فجالي ان شاء الله الحمد لله فلوس اغير بيها مكان سكني. يعني انتوا عارفين ان اكتر اليوتيوبر اللي كان بقى ساكن
في حواري شبرا واللي ساكن في حواري المرج وحواري اللي مش عارف ايه، وكلهم كانوا صنايعيه وكانوا فواعليه وكانوا مش بعترض ابدا، لان ربنا هو اللي بيقسم الارزاق، ابدا ما بعترضش. ولولا الفواعليه والصنايعيه ما كناش هنعرف نعيش حياتنا. هم اللي بيبنوا لنا، هم اللي بيزرعوا لنا، هم اللي بيصنعوا لنا، ما اختلفناش. اوكي. على اليوتيوب لما بيجي الناس الفئه دي بتقدم لنا حاجات على قنواتها، هنا بنبتدي ما نستفدش منهم. هم كانوا في مكانهم بنستفيد منهم، هنا ما بنستفدش منهم. فربنا ليه حكمه انه يرزقهم ويبطلوا شغلاناتهم دي. يمكن ما كانوش شاطرين في شغلاناتهم دي، لو كانوا شاطرين وكانوا حابينها بجد، اصل لازم الواحد لما يعمل حاجه يكون حاببها. لو كانوا شاطرين وحابينها بجد ما كانوش سابوها. يعني النهارده تعالوا مثلا نسال حمدي بيشتغل ايه؟ يوتيوبر. لو قاعد في بيته كده مع مراته وعياله وقاعدين يهيصوا ويفيصوا ويعملوا، يجي لهم فلوس كتير، يقعدوا ياكلوا ويشربوا يتفسحوا، بس ده الموضوع. على فكره انا لو حياتي كده بس انا مش هتبسط. انا واعوذ بالله من كلمه انا، ابويا الله يرحمه وشغلي اللي اشتغلته كان عامل لي قرشين كويسين، وابويا ساترني ولحد الان. طبعا ابويا سبب، لكن ربنا الستر من ربنا طبعا. فانا ما كنتش محتاجه وانا داخله اليوتيوب، عايشه وكافيه خيري شري. ده انا حتى كمان مصاريف اليوتيوب انا كنت في غنى عنها، فكان اي شيء هيكفيني، اي شيء كان هيكفيني، مفيش مشكله. ان انا اليوتيوب صرفت عليه كتير قوي، وقت ما كان مفيش حد بيصرف جنيه على اليوتيوب اصلا. وكل واحد يقعد يقول لك وانا من اوائل الناس اللي طلعت على اليوتيوب، وانا من اوائل الناس اللي عملت تحديات. ايه الفخر ده؟ عملتوا لنا ايه؟ عملتوا لنا ايه مهم يعني؟ ما اخدناش منكم معلومه مفيده، مش مثقفين عشان نقعد نسمعكم. فالحمد لله يعني انا كنت داخله عندي هدف، والحمد لله قمت بيه بطريقه حلوه قوي وعجب ناس كتير قوي. ما حدش يقدر ينكر ان انا ما زلت لغايه دلوقتي بقدم حاجات لطيفه جدا على قناتي. طيب، فعاوز اقول لكم انه طبعا مع تاريخي ده على القناه، الناس دي بتفهم، ولاد ناس موت بصراحه، الله يبارك لي في عمرهم الناس السعوديين دول، انهم قال لك دي واحده بنت ناس. اوكي، دي واحده بنت ناس، وشايفين الرعاع بقى قاعدين يدخلوا يقلوا ادبهم. فسبحان الله انا قلت لهم انتوا جند من جنود ربنا بعتكم ليا. ده شعوري ان هم جند من جنوده، لان للاسف المال هو المتحكم، هو الباور. وربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني المال قبل البنون كمان. المال هو الباور اللي بعض الجهلة بيقيسوا النجاح بيه. انت جبت قرش تبقى انت ناجح، ما جبتش قرش تبقى انت مش ناجح. خلاص، تيجي تجيب القرش يقول لك جبته شحاته. يعني انا عاوز اعرف، هو الفلوس بتاعت الدعم هي اللي مركبين العربيه دي؟ لما كانت العربيه بتتخبط وبتعمل حادثه وبتاخد الافات مؤلفه، هو اليوتيوب اللي كان بيدفع لي ده؟ طبعا معروف حجم القناه، ومعروف انتوا تقريبا برضو راشقين عينيكم في الدخل اللي داخل لي وعارفينه كويس. اوكي، يعني انا عاوز اقول لكم ان انا كنت معزومه يومين مفيش غيرهم مع انتي في بورسعيد. جبت شويه لبس، جبت شويه سمك وجمبري، مش شويه لبس كمان، ده هو فستان وشورتين وتيشيرتين لابني، على شويه الحاجات اللي عملتها لربنا، على شويه سمك وجمبري وكابوريا. انا مسافره ب 8000 جنيه، رجعت ب 6000، رجعت ب 2000، بصرف حوالي 6000. ما بقتش الفلوس النهارده. انا والله انا في خلال يومين طلع من شنطتي، ولسه في حاجات المفروض هتدفع، حوالي 10 بالظبط، حوالي 10000. ولسه احنا داخلين على اول الشهر، باقي الالتزامات وباقي الحاجات والكلام ده كله. معلش، اليوتيوب
كان بيدفع لي الكلام ده كله السنين اللي فاتت دي كلها شحاته بقى. ما يجيليش فلوس، انت محدش معبرك ومتغاظه من القنوات اللي كانت مش عارف التانيه اللي بتطلع عليكي دي انهم بقى له يجي لهم دعم ويجي لهم، دول بقوا دعم وعندي انا شحاته؟ مش فاهماكوا الحقيقه، دول دعم وعندي انا مش شحاته؟ طيب الشحاته بقى ان انا امشي اقول للناس ايه مش هتدعموني ولا ايه؟ واجي للناس اللي عندي على القناه اقول لهم يلا بقى انتوا عايزين كده ليه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ لكن انا كل اللي بعمله بمنتهى الشياكه والادب ان انا بقول ايه؟ طبعا انا مش بدافع عن نفسي على فكره، الناس عارفه انا مين، بس احب بس اذكركم عشان انتوا هطل واقول لكم ان غبائكم نادر قوي. والله بقى اكرر الجمله دي لان انتوا غبائكم نادر. زي ما يكونوا الناس مش شايفه ولا عارفه. من اول يوم دخلت اليوتيوب وانا راكبه عربيتي وانا في بيتي هو وانا اللي بعمل كل حاجه في وسط مكان ما فيش دعم خالص، ولا ظهرت شيماء ولا كان ظاهر حد السنه اللي فاتت، ما فيش حد خالص بيدعم. والانتسابات كان يا دوب هي ماجي، ما فيش غيرها في الانتساب. انا مغيره كتير في عفش بيتي، كان برضو اليوتيوب. وانتوا عارفين انا ما بتجيلي حاجه بقول ليه؟ مش عشان عاوز اقول لكم، لا، ما حدش له انه يعرف داخلي ايه. انا بقول عشان لازم كل ذي حق ياخد حقه. دول دعموني بسبب القناه، يبقى لازم القناه تشكرهم. من هنا بقول، لكن انا قررت مش هقول مبالغ تاني ابدا، ده انا قررته، فكان لازم اطلع اشكر الناس. ناس يقولوا لي اسكتي بقى ما تقوليش، اكيد الناس السعوديين دول مش عايزين منك شكر. قلت لهم مش عاوزين، ومحترمين جدا ومش عاوزين مني حاجه ابدا، ولكن انا لازم اشكرهم وعلى الملأ، لان بسبب القناه دي ربنا رزقني، فده الطبيعي والعادي. ربنا هقول لهم من موقعي هذا، ربنا يا رب يخليكم ليا، وميرسي قوي 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 على الدعم المستمر. انتوا صلبتوا ظهري كان متني كده من كتر اللي اتعمل في قناتي، انتوا صلبتوا ظهري، اشكركم. شفتوا بقى ان الهوهوة على اليوتيوب ما بتجيبش همها رعاع. اشتموا، قلت لكم الشتيمه ما بتلزقش. الشتيمه دي بتدل على بيئه صاحبها وتربيته واخلاقه. ايه البطوله في انكم تقعدوا تشتموا؟ البطوله في انكم تفتحوا قنوات على الناس وتقعدوا تشتموا فيهم؟ يا سلام، البطوله يعني في كده؟ ناس تافهه، ناس ما شافتش ربايه، ناس مش ناس اصلا، وجزاءكم لسه هيجي من عند الله. اما انا والله لو اقول لكم ان انا جزائي جالي خلاص، الحمد لله، اللي كنت منتظراه العوض جالي من الناس دول. لان بيقولوا لي لما الناس اللي حواليا حكيت لهم ان انا الناس دول يعني مهتمين بيا وبيعملوا لي كده، الناس حواليا قالوا لي انت تستاهلي كل خير ويا رب يجيلك اكتر بكتير. قلت لهم تصدقوا وتامنوا بالله ان انا ما بفكر في اكتر من كده، ده انا ابوس ايدي وش وظهر وكده، حاسه انه منصف قوي ان قناتي تجيب لي كده. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس كان في حد قريبي يعني والعياذ بالله عامل حادثه بعربيته، ربنا يا رب يبعد عنه الشر والسوء وعننا كلنا ويكفينا شر طريقنا وشر كل من ماشي على طريق، يعني شر الطريق لكل من ماشي على طريق. عمل حادثه بعربيته، هو اللي عدى عليا لانه قال لي ما لاقيش معاكي دولارات. قلت له يا ابن الذين، ده انت ربنا كرمني بيك. انا لسه حالا النهارده كان جاي لي خبر، الكلام ده كان يوم الخميس، كان جاي لي خبر ان انا جاي لي دولارات، فعدي عليا بكره اللي هو الجمعه بقى نروح سوا وبتاع، لان انا ابني مش موجود وانا مش قادره، تعبانه ومش قادره اسوق. قام راح قال لي عينيا الاثنين طبعا، وجو اخدني وداني الرحاب، وقلت له خد يا عم الله يبارك لك، وزي السعر العادي انا ما بتاجرش، وانت حرام ان انت تقع في ايد تجار عشان تاخد منهم اي دولار بفلوس قد كده، لا بما يرضي الله. فما بقاش عارف يشكرني ازاي الحقيقه، يعني بقول لي شكرا جدا جدا. قلت له لا، على ايه ده انا ربنا وقف لي ناس في يعني كده، هطمع كمان ان اتاجر في القرشين؟ لا
واديني فكيت لك كارب بشويه دولارات، ربنا يوفقك في الباقي بالناس برضو كويسه. وانا اي حاجه هتجيلي هقول لك لو عاوز تاني. قال لي يا رب يخليكي ومش عارفه. الحمد لله الحمد لله. ماشي، نيجي بقى للسفاله برضو اللي اتقالت لي بغباء مستنير، يعني غباء مستنير. يعني اقول لكم من ضمن برضو المسج، هي نفس الشخصيه الكريهه دي اللي بعتت لي، انتي ايه عماله تتمحلسي الجيجي وتعملي لها مقدمات واخلاق. جيجي ده انا مهما قلت فيها مش هوفيها حقها، انها تراجعت لما فكرت وقالتها لي، لما لقيت ان انا فعلا كده ممكن اكون بضرك ما قبلتش ابدا. عشان كده دخلت برغم الظروف اللي كانت عندي، وان شاء الله ما تتكررش تاني. ما تهونيش عليا، كنت اسيبك للناس اللي دماغها بايظه دي. قلت لها كتر خيرك، عمري ما هنسالك ده. بس فلا، ده انا مهما عملت، لان الشخص لما ما اخدهاش الاسم بالكبر ولا الكبر بالاسم، ولا ما اخدهاش الكبر، ما اتكبرتش، ده معناه انها بتحبني بجد. هل المشاعر دي تتقابل مني بمشاعر سطحيه او بترحاب عادي؟ ابدا. انا ما بنساش اللي عمل معايا الهوى، اقوم بقى اللي عملت معايا الجميل الحلو ده. وانا قلت لها مش لازم يا حبيبتي كل مره تدخلي تحطي فلوس، والدليل على هذا ان اخر مره دخلت وكانت زيها زي الباقي، وما شاء الله كنت فرحانه بيها ورحبت بيها نفس الترحاب. اوكي، مش تعرفوا غبائكم النادر. تيجي بقى تقول لي ايه وعاوزه تعزميها على بورسعيد، ها، عشان تيجي تدفع لك انت وطنطك. خسئتي يا زباله. انا طنطي دي تشتري اليوتيوب اللي فيه، طنطي دي، ها. وبعدين طنطي ما بتستناش حاجه من حد طول حياتها، ست محترم. ده غير ان انا بقى غبيه عشان اقول لجيجي تعالي معانا بورسعيد يا جيجي. طريقه الشحاته بتاعتكم اللي انتوا بتعملوها دي، ها، تعالي يا جيجي معانا بورسعيد انا عازماكي، وهوب تلاقي روحها متدبسه كده. بقى انا بقى حتى لو انسانه طماعه ابقى ما لعبتهاش صح، اللي هو هدخلها عندي، هجيبها معايا قصدي وادفعها، تفهم اللي فيها. مفيش حد غبي تلاقي روحها استغلت، مش هتتبسط كده ابدا. تلاقي روحها استغلت، هتدخل تاني ولا توريني وشها تاني، ابقى خسرت واحده مهمه جدا. ده لو انا طماعه لازم اكون برضو مش بالغباء ده. عرفتوا انه غبائكم نادر؟ فلما بتيجوا بتنطقوا من الحقد والكره ومن تعليمكم وثقافتكم وجهلكم. بصوا بقى كل الحاجات دي لخبطوها على بعض، هيطلع لكم شوفوا ايه في الخلاط. شوفوا هيطلع لكم ايه في الخلاط. غباء مستفحل، غباء نادر. زي ما بقول لكم كده، هاتوا حقدكم وغلكم. اصل ده اكيد الحقد والغل ده بيبقى موجود في البني ادم نفسه، ده مش مخلوق عشان انا منكم، ها، حقد والغل ده. فهاتوا حقدكم على غلكم، على كذبكم، على تبليكم، على اي هبل في اي حته، اضربوه في الخلاط كده من اللي انتوا بتعملوه معايا ده. اضربوه في الخلاط هيطلع في الاخر غباء نادر وغباء مستفحل. وجاي تقول لي ايه انت بشهاده صاحبتك ريحتك وحشه. صاحبتي مين؟ صاحبتي مين؟ دي واحده تقريبا معرفش، بتحلم نفسها تحس ده، فاكره ان الناس هتشوف الكلام ده. ما هو انت كنت مخفيه في التعليقات وما ظهرتش. انا عملت لك بلوك من المنبع، اوكي، وكان ممكن ما اجيبش سيره الكلام ده. الاستاذه معروف عنها انها بتبرق اصلا من الشاشه، بيبان مين المزرنخ ومين المتنيل ب 600 نيله. فمش محتاج ان انا اقول على نفسي اي حاجه. انا مش هدافع عن نفسي، هدافع عن نفسي ازاي؟ صباح الخير المستشفى. صباح حضرتك. وانا توفيق. شكرا. والله سمعتها هذا الله.
معرفش بيجهدوا نفسهم قوي يا جماعه انهم يقعدوا يكتبوا كومنت انا بضحك عليه لانه ملوش علاقه بيا اصلا. كومنتس ملوش علاقه بيا وبيؤكد لي انهم جهله جدا، وده يؤكد كمان للكل عشان ما يعرفونيش بيهبلوا اي تهبيل. جاي اتكلمنا انا في وشي في حاجات مش فيا. طب ايه شفتوا اكتر من كده غباء بجد والله؟ ما حدش بيشوفكوا غيري، ودي اخر مره اتكلم على التعليقات السلبيه الهبله دي اللي من النوع المقرف ده، اللي من النوع ده. روحي شمي ريحتك بس. هي قالت لي ريحتك وحشه بشهاده صاحبتك لما قلت اللي بطرح دول اللي بيبقوا مزرنخين من بتتردلي طرح كل مزرنخه ومش عارف ايه المبوخه فهمت يا بنات. انا دلوقتي في المستشفى، هسيبكم دلوقتي وارجع تاني، وما تنسوش اللايكات. راجع لكم تاني ما تنسوش. اني ما كنتش ضغط على حاجه. يا حبيباتي انا وانتي في العربيه اهو، خلصنا المستشفى. هروح بس لقيت الدكتور مخ والاعصاب نصبوا عليا، قالوا انه بيبقى موجود الحد، طلع بيبقى موجود يوم الاثنين. وللاسف الشديد مخ واعصاب مش النهارده موجوده فوق. جراحه مخ واعصاب لا. المخ والاعصاب العادي لكن جراحه مخ واعصاب ده غير. كمان بيقول لي محجوز مخ واعصاب لمده شهر ونص قدام، عشان تدخلي لي يقول لك روحي لجراحه المخ والاعصاب. عشان مجرد انك تدخلوا له بس يقول لك روحي لجراحه المخ والاعصاب. والله العظيم يعني حاجه مش ممكن. بس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إيه رأيك في الركنة دي؟ بصي قدام الأسانسير بتاع العيادات بالظبط. بالعكس سألتهم قالوا لي أهو قلت لهم بس أنا هركن هنا. ما بحبش أمشي أنا بقى، بتفسح جوه المستشفى وبتوه. فاكرة المرة اللي فاتت لما كنت راكنة بعيد أنا بتوه، وعشان كده ما بجيش بعربيتي أبدا. أيوه مش تعرفي بقى تيجي بعربيتك. لا ما بعرفش إلا عند الأورام بحطها. أيوه ربنا يا رب يشفيك فيك يا أنتي. هنحاول بقى ايه يا بنات دلوقتي انا وانتي هنشوف بقى هنعمل ايه. الاول بس عايزين نعدي نجيب الوكل. الوكل يا ولد. احنا من هنا صح؟ ايه الصوت المزعج ده؟ عندنا احنا؟ اعتقد انه لا مش عندنا. لا مش عندنا بعد الشر. ايه المصيبه دي؟ دي مصيبه قوي. ده مش صوت عربيه اصلا. ده حاجة حد بينفخ. ما يمكن. اوبح بالراحة عشان فيه هنا مطبات بس حاجات رفيعة يعني مش مشكلة. لا معلش بس برضه بتحل على العربية. فعلا بتدلعها. هم عشان ما يخلوش حد يمشي بسرعة، حد بيعدي من عربية لعربية كده يعني، فبيبقوا خايفين على الناس. عموما هو صح يعني بصراحة. هو صح بس عاملينه غلط. الواحد انا اخش فيه اتوه، انا ما اعرفش امشي. انا مش لابسه حزام الامان عشان كده يقعد يتنتن. طب البسه مفيش حد ورانا. معقوله البارك تحت يوم الاحد بصي بقى عامل ازاي؟ ده انا لما كنت هنا يوم الاربعاء البارك كان هو مفيش. بس ما كنتي بقى روحتي لما موبايلك نسيتيه في البيت يا انتي. مجنونه. ده انا مجنونه على فكره. لا بعد الشر عليكي. بعد الشر عليكي يا انتي. بعد الشر ما تقوليش. انا بتبقى الحاجه قدامي واقعد افتش عليها واعيط. دور مين؟ عشان كانوا قافلين هنا ودخلت من هنا، هو ده اللي سبب لي افضل ارجع ورايا وارجع مش عارف ايه وبتاع. هو اللي ده اللي سبب لي القرف اللي حصل. مش عارف اخد الملف على الواسع. فهمتيني؟ كله من تسليخ العربيات. العربيات متبهدله هنا. هم عارفين ان العربيات بتتبهدل هنا. بصي بقى انا بطلع بالراحه خالص، ان وحش ضيق. طب ده ما حاطين لك بتاع اهو. مصد فوق لكن مش تحت. والنبي انا شايفاه تحت. لا ما فيش الكلام ده. طلعنا بسلام. المره اللي فاتت حكوها لي منهم لله. والولد يقول لي معلش احنا اسفين. قلت له اسفين ايه؟ اسفين انتوا عاملين القراطيس دي بتسدوا ليه الحته دي بالذات؟ ليه مسدوده ليه؟ خلاص بقى الامر الى الله. ده نصيبي. فانا دلوقتي اخدت الملف مظبوط. المره اللي فاتت بقى كانوا قافلين حته الملف دي، فدخلت من الحته الثانيه مش واسعه. لازم تاخدي الملف على واسع مش واسعه. فالحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. نعم زي بالجحا. لا سهل. الجراج مش كبير للدرجه.
لا سهل. انا مين حفظته عم اصلي عشان سهل دايما أنت باجي، عشان تلفزيون. عشان انا دايما باجي او دايماً بتجيب باجي. العربيه انا ده حقيقي. فيا بناويت انا مع انتي زي ما قلت لكم هنروح العبور، واحنا ماشيين في العبور بقى هشغل لكم الفيديو. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه، سالوني ليه. الاول بس هاخد الايه الاشاعات بتاعتي، واول ما اروح العبور هشغل لكم الكاميرا على الشارع عشان اوريكم الشارع اللي انا حبيته. بصراحه انا حبيته جدا. بس نطفي بقى النور ده اللي ملوش اي لازمه الصراحه. سينما ايه. شكرا يا عم رأفت، عم رأفت كمان جنيه كمان. ميرسي. شفتي بنسى ده مفتوح. مش ممكن على دماغي دي. بس الشمس بقى ايه هتشتغل اهي. لا بره وبلبس النضاره. ما انا هطلع بره والبسها. شايفه ضيق ازاي؟ يعني تيجي تطلعي تلاقي الدنيا ضيقه. والمصيبه انه مليان بقى ايه لفات يعني. فربنا يا رب يعيننا بقى. لفات فات. يلا يا سيدي ما تخافش، انا ما بمشيش زي البتاع، لازم اعرف ان في حد جاي، مش الشارع مش بتاعي لوحدي. اين نظارتي؟ كنت حاطاها هنا اهي. يلا يا بنات نلبس الحته الديور عشان انا ست شيك. يلا بينا. ما تنسوش اللايكات للحته الديور دي. يلا بينا. يلا ما تروحوش اي حته، راجعه لكم تاني. ويا بنات انا في مأزق. انتي صممت عشان احنا هنا مفيش ركنات قصاد الاماكن بتاعه الرنين، صممت هي اللي تنزل عشان افضل في العربيه اتصرف اي تصرف. المهم يعني هناك عند المكان اللي نزلت عنه ممنوع تماما. هنا استأذنت وبقف شويه في الظل كده، لكن للاسف مش عارفه هي هتخلص امتى، وسابت شنطتها وسابت موبايلها وسابت كل حاجه. فانا مش عارفه بقى اجيبها ازاي. انتي بجد والله كتر خيرها. قالت لي انا اللي هنزل اجيب لك الاشعه. قلت لها ما بلاش يا انتي والنبي خلينا. قالت لي لا عشان انت تبقي في العربيه وتتصرفي، ما نحتاجش بقى حد يجي يكلبشها لك. بيكلبشوا هنا العربيات في قلب المستشفى جوه، بيكلبشوها لو واقفه غلط في الشارع غلط. انا ببص في المرايه بس عاوز اشوفها هي فين، مش شايفاها مش شايفاها. وجالي هنا عسكري قال لي لو سمحتي اخرك 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. قلت له ماشي ماشي، بس اديني ال5 10 دقايق دول، ربنا ييسر الحال. المصيبه انها سايبه لي شنطتها بالموبايل. تصور. لا والله العظيم، والله العظيم. طب فرضا بقى انا حاولت اكلمها فعلا. وديتك بقى في اي مكان دلوقتي، انت نزلتها فين؟ انا نزلتها عند الرنين هناك، واللي في زميلك هناك قلت له لو سمحت لما تخرج قول لها ان انا ما قدرتش اقف فهلف وارجع لها، بس انا مش عارفه. هاتوها عن بعض بقى شويه. لا ما انا طلعان عيني. لا هخليكي واقفه بقى في مكان بس- لحد ما هي تلاقيكي. انا مش عارفه. هو الرنين بيتاخروا في استلام الاشعه؟ ما اعرفش والله، ما عنديش معلومه. ده هي المفروض على طول. وبعدين ليه يعملوها لي في مبنى وياخدوها من مبنى تاني؟ مش عارف، انا مش والله. فاهمه ايه ده. مش عارف. بس وحده الاستلام غير وحده التصوير. ما انا مستغربه. المفروض نفس المكان استلم منه. يلا مش مشكله مش مشكله. قشطة يا معلم. شكرا. العفو. يا رب يا انتي يا رب يا انتي. بيقول لي كده انتوا حطوهم من بعض خلاص خليكي واقفه. الموقف وحش جدا، وبعدين انا واقفه ومشغله التكييف وده خطر على البطاريه والموتور وفي الاخر برضو كتر الف 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 خيرها هي اللي نزلت بنفسها. يا ريتني كنت خليتها في الجراج تحت وجينا اتمشينا ولا اخدنا الباص اي حاجه يعني. كنت خليت العربيه في الجراج خلاص. يا بنات انا عارفه ان انا بقيت اوحشكم صح؟ لا ان شاء الله هظبط نفسي ما تقلقوش. وبعدين محضره لكم مفاجاه لطيفه اليومين الجايين برضو ان شاء الله. النهارده هنزل اللايف ده، احنا يوم الاحد موافق 30 يوليو. النهارده الحد موافق 30 يوليو ان شاء الله. انا بس بظبط الدنيا دي
عشان انا ما بحبش حاجتي تكون ملخبطه. موافق 30 يوليو ان شاء الله، ده اخر الشهر. ونرجع تاني لمرجوعنا، الناس الجميله الحلوه بتوع السعوديه، رجع لكم تاني يا بنات. معلش كان جالي تليفون، المهم انتي لسه ما جاتش وانا قلقانه بقى كده، قلقانه، الوضع فيري كونفيوزد. طيب كنا بنقول ايه؟ حد يفكرني. بالنسبه للناس السعوديه، انا مش عارفه اقول لهم ايه والله. الناس دول قولي من عند ربنا نصفه بجد. هم قاعدين برضو مش عاجبهم ان انا عندي محترمين وبس، ولكن ايه، دول قليلين. طيب ربنا بارك في القليل ان شاء الله، ربنا مبارك في القليل. بالنسبه لحبيباتي اللي بيحضروا لي، ان شاء الله قلت واحده ان شاء الله لوحدي، انا بعرف اعمل الشغل كويس، وفي الاخر برضو بيجوا يشوفوني، ومشاهداتي تقريبا ما بتقلش الحمد لله. شكرا جزيلا للكل. يا ريت نشد بقى مشاهدات شويه بعد كده. ان شاء الله ان شاء الله الدعم يزيد والدنيا تزيد. برغم ان انا والله مكتفيه بجد وراضيه تماما، لكن دايما الطموح ملوش سقف يا جماعه، الطموح، لكن مش الطمع. الطمع وحش، وانا اشهد الله ان اي حد بيدعمني بشيء عمري ما قللت من اللي دعمني بيه، كتير قليل بشكر ربنا عليه. فموتوا غيظا وافضلوا برضه افركوا ورايا بالشكل ده، لان كل اللي بتقولوا انتوا عارفين انه تاليف وان شكلكم وحش قوي، والله شكلكم وحش قوي. اللذيذ بقى في الموضوع يا بنات، ان وانا في المستشفى هنا قابلت في واحده وانا قاعده، لقيتها جايه بتقول لي هو مساء الخير، اهلا يا فندم. قلت لها اهلا مساء النور، حضرتك البلوجر؟ قلت لها انت تعرفيني؟ قالت لي ايوه حضرتك انا بتابعك على فكره. قلت لها اهلا وسهلا. قالت لي، قلت لها طب قناه ايه؟ انا قلت يمكن بتشبه. طب قناه ايه؟ قالت لي قناه الاستاذه. قلت لها بجد؟ ده ما شاء الله، اهلا وسهلا بيكي. قالت لي بس انا مجرد بس ان انا بشوف يعني بتفرج، لكن ما بعملش حاجه تانية. قلت لها لا اعملي سبسكرايب واعملي لايك لغايه كده برضه انت مش متشافه. قالت لي حاضر انا الاثنين. قلت لها لا مش هتشوفي وبس وتمشي، مش معقول. قالت لي لا خلاص عينيا الاثنين، ما شاء الله عليكي، انت على الحقيقه غير خالص، يعني اللي هو نظام غير بقى ان انا يعني صعبه على القناه. قلت لها انا على الحقيقه طبعا غير على القناه، لازم اكون صعبه ولازم اكون صارمه، لان اديك شايفه القرف اللي احنا فيه والرعاع اللي موجودين على اليوتيوب. بس قلت لها لو في حاجه عجبتك، في حاجه عايزه تستفسري عليها تخص القناه، او في اي حاجه، في تليفون للقناه موبايل، عشان في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، طلعت فعلا ما تعرفش الموضوع ده. قلت لها في موبايل للقناه ان شاء الله ان شاء الله الموبايل لو حبيتي ممكن تتصلي، ده تليفون القناه. بس انا مش عارفه انت جت ولا ايه، لا مش هي. طيب انا كده دلوقتي مضطره ان انا الف لفه، احسن تكون هناك وانا مش حاسه، ولا ايه الموضوع؟ المعها بس. طيب المعها بس. فيا بنات انا كنت سعيده جدا، قلت لها سعيده جدا ان انا بقابل حد من الفانز بتوعي وعارفيني. قالت لي لا حضرتك معروفه لناس كتير قوي على فكره، ناس كتير قوي تعرفك، واحلى حاجه بحبها لك اعلانك مع مكي، تحفه. بتقول لها يا رب يخليكي، متشكره جدا. بس فبتقول لي استمري، كلنا معاكي، بنحب نشوفك، حتى لو الدنيا لهتنا وقعدنا فتره كده بعيد عن القناه بنرجع تاني بنشوفك تاني. فالحمد لله الحمد لله. شكرا ليها وشكرا لكل حد بيدعمني وبيقويني وبيقوي. على فكره انا عاوز اقول للناس السعوديين بجد بجد، اولا طبعا جيجي بموقفها النبيل اللي عملته معايا، انها قالت لا انا مش هسيب حد يضايقك ولا يقول لك الناس راحت فين، دي خلاص خلصنا منها. وبعدين طبعا بدعمها كتر الف خيرها برضو، اللي بتقدر عليه بتدعم بيه، فشكرا ليها. الكلمه دي انا اقولها، لكن هي مثلا ما بتقولهاش او ما حدش بيقولها، اللي بقدر عليه لا لا لا، هي اللي انا اللي اقول. الحمد لله بيعملوا، كل واحد فيكم بيعمل اللي بيقدر عليه، كتر خيركم.
اما بالنسبه للناس السعوديين انا ما شفتش نبل كده الحقيقه. طبعا حواليا ناس نبلاء كتير ولطاف كتير وولاد اصول كتير، لكن النبل بتاعهم لن يتكرر. انا بصراحه كنت منتظره في اي وقت ان يبقى فيه اي حركه اي بتاع، لانه برضو انتوا عارفين الواحد بقى مقلق على اليوتيوب من نيات الناس اللي مش كويسه، اللي ضميرهم ما بيشتغلش نهائي بنكله. لكن سبحان الله الناس دول كل يوم بيثبتوا لي طيابه، شياكه، نبل. انا عاوز اقول لكم بيبعتوا لي ادعيه، والله يا رب يجعلها من حدهم هم ونصيبهم هم ومن حظهم هم. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. يا جماعه دي السلام اشاعه، انا مش فاهمه ده ايه ده. فانا مش هطول عليكم في انتظاري الانتي، اروح انا افزلك شويه، اروح اعس هناك، ابعت لها العسكري اي حاجه بقى، نشوف الدنيا عامله ازاي وارجع لكم تاني. ما تروحوش في اي حته، اللايكات اهم حاجه. ها يلا بينا. ويا حبيباتي انا دخلت مدينه العبور، وصديقتي كانت قالت لي اول ما توصلي عند كارفور كلميني، فانا هكلمها. المرة دي جينا، هو المرة اللي فاتت أنا عشان الطريق كان طويل الطريق قوي. طويل. انا فاتحه كاميرا على فكره، بصور، خدي بالك بصور الشارع. صوري اللي انت عاوزاه. الو، مش عارفه حد رد عليا ولا لسه. المره اللي فاتت عشان اخدنا الطريق الطويل التاني ده. انا من عندي بقى من التجمع برضه الدنيا سهله. خفيف. مش عايزة تتصلي، بعدين اتصلت خير. ايه رايكم يا بنات؟ بفسحكم معايا. بصوا شايفين العبور؟ كارفور بقى في جنبنا هنا وشيل اوت دي فيها ماكدونالدز برضو وكل ده. ايوه انا كده خلاص كارفور لسه معديه مفيش ثانيتين يعني. اوكي اما اجي هرنلك بقى. باي باي. اللي بفرجكم المساحات الخضراء يا بنات، عشان انا بحب التمشيه في الشارع ده. مش كده؟ انت مش حبيتي الشارع ده؟ جميل جميل. اطلع من الراجل ده عشان شلني. والله جاب لي شلل. بس انا مش عارفه هنا في رادارات، في سرعه قصوى، ما اعرفش اي حاجه. فانا نصيبي بقى ما تلدعش مخالفه ولا. لا هدي. ما انا مش معليه السرعه برضه، انا ماشي على 60. كويس. هيعوزوا مني ايه عمى اكتر من كده؟ ده عمى اصلا، الرقم 60 ده اسمه عمى، مش سرعه دي ابدا يعني. احنا راكبين عجله 60 اخري 70 يعني. اديك شايفه مطبات صناعي عربيات بتاع بلا بلا بلا. ده غير اني مش حافظ اذا كان في رادارات هنا ولا لا كده يعني. والله المستعان بقى. فانا سعيده ان انا ماشيه في الخضره دي كلها، كاني في طريق سفر زراعي مثلا. هي جميله بصراحه. طبعا جميله. كان جبل طبعا. سبحان. اذا كانت لما سكننا في مدينه نصر اصلا كنا ساكنين في الجبل، كنا ساكنين في الجبل اصلا. بقت حاجه تانية، ده الناس طفشت منها من الزحمه. وبعدين قلبت تجاريه خالص مدينه نصر. امال ايه؟ قلبت تجاري خالص. ف زحمه زحمه زحمه. بس العقاد بالذات بقى لا يطاق. لا
بس العقاد ما كانش فيه نفر كان يمشي. شفتي؟ يعني لما كان الدكان بتاعنا كان السواق يصوت لما ناخد تاكسي. تودينا فين؟ ايوه كنا كانوا بيقتلوا الناس هناك في عباس العقاد، كانوا بيقتلوا الناس العياذ بالله. شايفين يا بنات الفيلا تحت، الفيلا والعمارات تحت وكلها مساحات خضراء جميلة. لا لا لا، الترتيب ترتيب رهيب، ما شفتوش لا في مدينة نصر ولا في المعادي ولا في اي كومباوند ولا في اي منطقة جديدة. الترتيب ده يعني الترتيب ده بتاع الشوارع بالمنظر الرائع ده انا ما شفتوش، مش موجود غير في العبور. دي المفروض نسميها زي تونس الخضراء كده، نسميها العبور الخضراء من جمالها كده بالشكل ده، تحفة. ويا حبيباتي لفت نظري واحنا ماشيين انا وانتي واحنا خارجين من العبور كبده الشرقاوي، انا وانتي رقنا جري على المخ، فطلبنا طلب مخ ومستنيينه دلوقتي. فاتح في مكان كده حيوي قوي ما شاء الله. هوريكم اهو، اما وريتكم هوريكم والله، اما وريتكم اهو يا بنات مكتوب قدامكم كبده ومخ الشرقاوي. الشرقاوي باينه بس الواو ليه مخبيها الشجره صح؟ ده اللي محتاج ان انا انزل لكم مخصوص بقى. في جنبهم هنا حد بيبيع كريب وبيتزا ومش عارف في حاجه تانية اسمها الريف الدمشقي وبيبيع الاستاذ شاورما ومشوي وبروستد ووجبات غربيه وحاجات. لا هو في حاجه قد او زي او في طعامه المخ والكبده. انا ريقي جري من دلوقتي يعني باكل قوي ها. المهم يا بناويت ما تنسوش اللايك والنبي عشان الشرقاوي، بس كبده الشرقاوي قال يعني عشان الشرقاوي. انا عايز اللايك ليا انا طبعا، لكن انا هعمل عبيطه واقول لكم اللايك ده عشان الشرقاوي ماشي. ما تنسوش اللايكات. ايه رايكم يا بنات؟ لايك للشرقاوي صح كده؟ انا مش عارفه الولد اتاخر ليه. انا كل ده العربيه موقفاها ومشغله الموتور ومشغله التكييف، محدش هيستحمل في عز الظهر ده ان نقعد من غير تكييف. يلا بقى لايك تاني برضو. بصوا عشان تاني الحته الديور دي جا. طيب كويس، احنا مخلصين حسابنا صح؟ يلا بينا يلا بينا ونشوف الطريق تاني واحنا ماشيين. يلا بينا. افتح الباب. لايك ها لايك. لا مش الباب، هو الشباك ده الربع الساده اللي معلوش اي حاجه. الساده برافو عليك. ده الربع الساده. حلو متشكرين. لا يا قمر شكرا. يا لهوي يا بنات، عشق يا بنات، جامد جامد. بس انا ظلطت حته نزلت كامله، ربنا يستر على معدتي اللي لازم امضغ كويس وانتوا عارفين. يلا بقى كلوا معايا. كبده مخ الشرقاوي ده معروف قوي يا بنات، انتوا عارفين طبعا. مالي مصري يعني. حلو عجبك؟ بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هاي سخن مولع. وماذا اقول؟ لايك للي لسه مولع ده. لايك لايك لايك. ويا بنات انا وصلت انتي. طبعا انا ما عرفتش اكمل تصوير الشارع في العبور لان الموبايل سخن وفصل. قال لك الموبايل سخن ومش هنقدر نكمل الايه الدنيا دي. انا قلت اتس اوكي خلاص اكمل لكم لما يبرد الموبايل واكون وصلت انتي. وصلتها بالفعل. اخ يا بنات ده انا وهي قاعدين بص بقول لها ايه يا انتي انا عملت دماغ مخ. وبعدين رحت مطلعه معطر جديد للعربيه بريحه الفراوله. قلت لها بصي يا انتي احنا اكلنا يلا بقى نشم. وقعت على روحها بالضحك تقول لي انت دمك خفيف قوي يا حبيبتي. بتقول لي ليها حق الناس تحبك، والله تستاهلي ان كل الناس تحبك. قلت يا رب يخليك يا انتي. تقول لي اه والله العظيم انا مش عارفه انا ازاي بقالي سنين بعيده عنك ازاي. قلت لها يا انتي ما هو مش ما جاش في بالنا يعني الدنيا تلاهي وما جاش في بالنا. والله يا انتي بحب قوي اشوفك، بفتكر امي وبفتكر الناس الحلوه اللي راحت كلهم الله يرحمهم ويديك الصحه. يا بنات بصراحه انا زعلانه لان هي عندها ابتدى ينتشر في المعده. زعلانه جدا وقلقانه جدا. لازم تتعالج بالكيماوي تاني عشان اللي انتشر ده لازم يحاصروه. يا رب يجيب فايده يا رب، يا رب يجيب فايده. بجد انا حزينه، انا متضايقه انا عشانها قوي قوي. يلا ان شاء الله نصيبنا هنشوفه كلنا. ومفيش حاجه طبعا، ربنا ليه حكمه في كل شيء. اللهم لا اعتراض.
فيا بنات بقى اكلنا المخ، يا نهار ابيض. بقت تقول لي انا ميرسي ليك، انت كل حاجه تعمليها هي حلوه، مفيش حاجه تقولي لي ناكلها غير ما تطلع حلوه. اصل هي ما كانتش تعرف الشرقاوي تقريبا. بتقول لي طلع تحفه والمخ بتاعه تحفه. قلت لها انت عيب، ده الشرقاوي. قالت لي انا ما اعرفش الشرقاوي ده، بس الله اكبر عليك انت ما شاء الله. قلت لها يا انت هي فلوسنا حرام، ده احنا بيطلع عينينا على الفلوس دي اصلا. انت شقيت طول حياتها كانت بتشتغل وعامله بيزنس كبير وحاجات زي كده، وانا اديكوا شايفين طول حياتي بشتغل. ما عرفتش احوش قوي لان انا ست كل شويه افك وديعه قدامكم وكل شويه افك حاجه قدامكم، لان انا ست بحب الصرف. انا ست، وهي بتقول لي انت كريمه قوي، عشان كده دايما ربنا هيخلي القرش في ايدك لان انت كريمه، انت ما بتبخليش على مخلوق. قلت لها انت يلا يعني ما حدش هياخد حاجه معايا. فالمهم يعني، فقلت لها احب اتبسط واحب ابسط غيري واحب اتفسح واتبسط. بس المهم بقى لما جبنا المخ وهي مصره تعزمني، قلت لها اقسم بالله ما هيحصل، اريحك كل واحد يدفع حسابه. لا وانت بنتي. قلت لها لا يمكن، مستحيل، خلاص انتهى الامر ده، ومن فضلك عشان تريحيني فيما بعد منين ما نخرج كل حد يشيل شيلته. قالت لي يا بنتي والله انت مريحه قوي في الخروج ومريحه قوي. قلت لها معلش يا انتي، كل حد فينا يشيل شيلته. بس هي بقى المشكله ان انا لو جيت في يوم اعزمها اللي بتصر ترد لي العزومه، وانا ماليش في الكلام ده. انا لو عزمتها هتبقى على اساس انها امي، مش بعزم واحده صاحبتي، هي هتبقى امي. فانا لو عملت حاجه يعني ربكم يعدلها. خلاص احنا اتفقنا كل حد يشيل شيلته، ما نخوتش نفوخ بعض بقى، بس كده. وقد كان وكان يا ما كان. اهلا يا ولدي، ازيك؟ قول. طيب انا في الطريق اهو خلاص. ايه؟ طب قول لي، هو انت نازل على الساعه كام ان شاء الله؟ انت عارف ان انا وانتي سهير جبنا مخ من عند الشرقاوي، كنت عاوز اجيب لك كبده، خفت لما يكونلكش مزاج. ايه؟ طيب خلاص ماشي يا حبيبي، اوكي يلا باي باي باي. فهو بيبقى ألطف لما كل حد بيشيل شيلته، محدش يشيل شيلة غيره، بتبقى تقيلة. اوكي، ولو ان انا اصلي ما باكلش قوي فاللي هيعزمني مش هيتضايق يعني، ولكن انا مش بحب كده، انا مش بحب كده اصلا. يعني كل حد كده يبقى خفيف خفيف. قلت لها عارفه يا انتي، انا لما معيش فلوس ما يلزموش، مش هجيب ولا هشتري ولا هخرج ولا هطلب، ومش هستنى اتسنكح على الناس. بس انا ما بحبش الطريقه دي. وربنا يا رب يا بناتي يبارك لي فيما رزق ويبارك لي فيما اعطى. وبرده شكر خاص تاني من اول وجديد تاني للناس السعوديين، الله يبارك لي في عمرهم يا رب. ما شاء الله، باين عليهم عيله محترمه، باين عليهم عيله كبيره من عائلات السعوديه. بيبان يعني، بيبان من التصرفات، من الناس، من الحاجات دي بيبان. فالله يوفقهم يا رب. شكرا ليهم، شكرا من القلب يعني، شكرا ليهم وشكرا من القلب. انت يا عم داخل شمال خلص يعني، استغل ان انا متأنية مستنية سعادتك. على فكرة يا بنات، زي ما قلت لكم بقى الموبايل بيقطع من السخونة، احتمال دلوقتي عشان احنا في عز الظهر يقطع تاني، فانا معاكم لغاية اما يقول جاي. واعتقد ان نهاية الفيديو ممكن انهيها من البيت فوق. حلوة الحكاية دي ان انا انقلكم من مكان لمكان 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 كده يعني. انا قلت لانتي احنا مش عارفين نقعد في اي مكان خالص بسبب رحنا جبنا لها اكل، اللي هو المطبوخ ده بتاع الست اللطيفة دي، جبنا لها الاكل، فالاكل لازم ما يقعدش كتير في الشمس. كفايه وقفنا هناك في العبور جبنا مخ من الشرقاوي واكلنا، فهنقعد في مكان بقى مش هناكل خلاص، الدنيا كده خلاص شكرا.
الدنيا كده خلاص شكرا، فمش هناكل تاني. فاكلنا وشربنا، وهي يا حبيبتي اقسم بالله جايبه لي كيس، بصوا كل مره تيجي بالمنظر ده، كيس مليان بقى. وانا ما باكلش المولتو الشوكولاته ومولتو بالحاجات اللي فيها حلويات دي ماليش فيها. جايبه لي مولتو شوكولاته ومولتو مش عارف محشي ايه برضو حلو. مش هقدر انت ما تجيبليش الحاجات دي تاني. انا ما باكلش الكلام ده بالذات عشان السكر. انا بجيب في البيت عندي شوكولاته اللي هي الاكياس، اللي هو اذا كانت اللي هي جوز الهند اسمها ايه، ماونتي تقريبا، اللي هي شوكولاته بجوز الهند دي. او مثلا بجيب اللي هو السنيكرز اللي هو قطع صغيره، الكيس اللي فيه قطع صغيره. كذلك برضو الكادبري بالبندق قطع صغيره. جايبه اخر مره الكلام ده. فطبعا عشان بس ما نفسي تبقى في حاجه يا اولاد، لان برضو ما النفس اماره بالسوء يعني، اكل كده قطمايه، اخد وحدايه شوكولاته. لكن ان انا اكل باتيهايه، ده خبز اصلا يعني، الباتيه خبز وكمان محشي شوكولاته كده، انا هضرب سكري في العلالي خالص، ومفيش مش هيبقى بقى فيا امل يعني حقيقه. وانا مش عايزه لا افقد بصر ولا افقد عضو من اعضاء جسمي ولا الكلام ده كله، لان السكر مدمر لاعضاء الجسم اصلا. ودايما انا بحب اهدي اعضائي ودايما بحب كده ايه اروق على نفسي الحاجات دي، والله المستعان. وبس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. العربيه وصلت للنص في البنزين، وانا ما بحبش بقى انها ايه تعيش حياتها قوي اكتر من كده، عايزه افولها واشيك على الكاوتش بالمره. ايه الشقه ده؟ مفيش حاجه ابدا يا بنات ننبسط بيها في حياتنا الا وليها ضريبه. يعني مثلا ضريبه ان انا ربنا كرمني على قناتي وكرمني بناس داعمين محترمين وكويسين ومنتسبين جمال وزي العسل. ها عارفين الضريبه ايه؟ ان انا يجي لي شويه شناكيت جعانين معفنين على القناه يقعدوا يقولوا ها انت بتشحتي على شو حته اي كلام في اي حته بلا 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 بلا. فطبعا يعني ايه خلاص بقى الناس زهقت منكم، عشان انتوا على طول هي البانه حافظينها بتقولوها في كل اللايفز والكل اللي بيسمعوها لكل اليوتيوبرز اللي بيدخل لهم دعم واللي هم نفس الكلمتين من كتر الحقد، وانتوا قاعدين كده ايه تقشروا في بطاطا ومش عارفين تحسنوا مستواكم اللي عمره ما يتحسن. لان معلش يعني انت هو المستوى بيتحسن بايه؟ بالفلوس ولا باخلاقكم يا عدماء الاخلاق؟ الاخلاق يا عدماء الاخلاق، عدماء الاخلاق. ف هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الواحد لو عمل مثقال ذرة خيرا، مثقال ذرة خيرا يرى. ايوه، فالحمد لله انا مش بعمل مثقال، بحاول اعمل مثاقيل علشان بس يعني ميزان حسناتي يتقل. فيا رب وانتوا بقى بتقلوا لي الميزان اكتر بقله ادبكم. يا سلام يا ولد يا ولد. لايك بقى، لايك عشان الرعاع، عاوزه لايك عشان الرعاع اللي بهزقهم كل مره دول. لايك يا حلولي يا حلولي على التكييف بقى. كان عامل لي وش، وطيته شويه. انا كنت معليه عشان انتي بس كده حلو، انا عاملاه على رقم 3 كده حلو كويس. بس انا تكييف عيب تكييف العربيه هنا عندي انه مش التلاجة، مش القوي قوي. الالمان بقى، الالمان ما بيبقوش عندهم الجو حر للدرجه دي علشان يعملوا تكييف قوي قوي. بس ليه عاملين في المرسيدس والبي ام تكييف جامد يعني. يلا ما علينا، نصيبنا بقى. يمكن السربنتينه عندي عايزه تتغسل. انا لسه مغيره فلتر التكييف اخر السنه اللي فاتت، يعني ما كناش في صيف كمان. يلا خير كويس كده. فيا بناويت انا حاسه ان الموبايل قرب يسخن تاني، شكله قطع تاني. بس انا النهارده هنزل لكم نفس الفيديو ده في بريمير، وتيجي ماشيه معاكم لغايه اما يقطع. ومش هعمل بقى العمله دي تاني خلاص، لان انا في طريق المروح. هكمل الفيديو معاكم من فوق، بس ادعوا لي ان انا اطلع
بالسلامه، لان انا ببقى طالعه السلم حامله الهم من تحت اصلا، والشنطه اللي طنطي اديتها لي دي هطلع شايلاها، وانا المفروض ما اشيلش حتى شنطه ايدي اصلا بسبب ظهري ده. اه والله، او ربنا. يا سلام، يمين ياخدني دلوقتي من ايدي كده ويقول لي اهو بيتكم اهو. مش عايزه. الجو حر قوي يا ولاد بصراحه، الحاجات دي خطر على العربيات في الصيف، عربيات ايه اللي تستحمل الجو ده. ربنا يستر بقى، لان بالذات الاوبل ملهاش روح، ملهاش روح على الجو اللي بالشكل ده. وسع 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 وسع، مين اللي جاي يستنى دوره جاي، اهلا بالله عايز سيبوها انا عايزه حي. بس كده، بس كده يا سلام، والله العظيم انا سطلانه بسبب المخ اللي اكلته. اوه سطلانه، سطلانه لانا سطلانه. كانك تبق، كانك تبن تفوقني ما فوقتش. ما حفظتهاش دي بقى، ما حفظتهاش الاغنيه عموما يعني، انا بس قول سطلانه وخلاص. بس لايك بقى ما تنسوش، ها لايك، لانكم لما بتخرجوا معايا شويه اعتقد بتبقوا مبسوطين، مش كده؟ تحبوا اجيب لكم الشارع كمان؟ ما بيهمنيش انا ماذا اقول، وما حدش يتنقل من مكانه، وتحطوا اللايكات ويلا راجع لكم تاني. اخر شويه في سخونيه الموبايل وبعدها هيفصل. ويا بنات بقى انا جيت من هنا قلت اصور لكم الطريق، على الله ما يكونش فيه هنا رادار هنروح في داهيه. قلت اصور لكم الطريق كده بقى واحنا ماشيين، نتمشى شويه نتهوى شويه هويكوا شويه. اوكي. هنا الطريق خطر ان امسك فيه الموبايل كده هيصوروني، لا انا اقفل احسن، وزي ما قلت لكم هنهي معاكم اللايف في البيت، بس هو اما بيسخن بيقطع، معلش بقى. حطوا اللايكات وراجع لكم تاني. ويا حبيباتي انا طلعت البيت بقى خلاص، بس مهدود حيلي قوي، مش عارفه مالي، انا بقيت اتعب بسرعه قوي، السلالم بتهد حيلي. دي اشعه الرنين بتاعتي. الدكتور عامل لي مجلد جوه، مجلد، مش دكتور الاشعه عامل مجلد، لانه انا زي ما قلت لكم قال لي ان حالتي صعبه جدا، عامل لي مجلد. يعني انا بجد الكلام ده اهو، ده التقرير، ما مش هفهم فيه حاجه طبعا، ذات الاكسبريشنز الطبي ده المفروض اصوره واوريه بقى للدكتور اسماعيل. كاتب 70 نقطه، مش ملحوظه ولا اتنين، كل دي صفحه فلوسكاب مكتوبه في حالتي. كل ده بصوا، بصوا واخد لي من كذا زاويه ازاي، كام دول، 5 صور، كل حاجه ليها حاجه. ادي واحد، ادي 2، واضح هنا الالتواء الزياده في العمود الفقري، باين قوي يعني، باين قوي التواء زياده قوي في العمود الفقري. بس عمودي الفقري برضو دمه خفيف فقري يعني. ده شكلها قصة كبيرة قوي.
ربنا يستر. انا شايف عمود الفقري ملتوي جدا، ملوي لويه سودا يعني، شكله وحش قوي. يا سبحان الله، البني ادم ده فيهوش غير لسان اصلا، ربنا يسترها. التقرير مليان نقط كتير قوي، يعني كاتب تقرير كتير كبير، التقرير كبير قوي. صفحة كاملة يعني. ربنا يستر يا بنات، ربنا يستر. انا مش خايفة، بس انا ما بحبش اعمل عمليات. اذا كنت ما بحبش اخد قرص الدواء اروح اعمل بقى عمليات، يلا خير. اوبا البتاعة دي هتقع ولا ايه؟ انتوا ولا ايه؟ يلا يا رب ان شاء الله ربنا كريم. رحت النهارده زي ما قلت لكم، لقيت انهم ضحكوا عليا. مواعيد الدكتور بتاع جراحة المخ والأعصاب بيبقى سبت واثنين وثلاث وأربع، بس في دكتور أنتي اقترحت عليا نروح له اسمه دكتور الآلام. ده تخصص الآلام. آلام هو بيعالج مدنيين بس، فهياخد مننا زي المدنيين بالظبط. بيبقى موجود يومين في الاسبوع من الساعه 2 للساعه 4 بعد الظهر، بس ده اللي هو فاضي فيهم. فربنا ييسر الحال. انتي هتروح لان ادعوا لها، الموضوع انتشر عندها في المعده، فقالوا لها لازم كيماوي تاني، ومش هنقدر دلوقتي نفتح ونعمل عمليات الا بالكيماوي عشان نحاصره. فبتقول لي الكيماوي ده بهدله، بس انا مضطر اعمله. فقلت لها ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبتي، ربنا ييسر الحال. يلا يا بنات، انا طلعت اصلي لما بطلع السلم ببقى تعبانه ومرهقه زي ما انتم شايفين كده. انا قلت بس عشان اقفل الفيديو طبيعي، لان انا لاحظت ان في ناس بقت تقفل الفيديوهات بتاعتها من غير ما تقفلها مظبوط. شيء بقى غريب، وبالذات حمدي ووفاء ومش عارف واهله، وعملوا الفيديوهات يسيبوها كده، ما يقولوش في الاخر مع السلامه او الى لقاء اخر او فيديو اخر او مش عارف ايه او نشوفكم على خير او ما فيش خالص الكلام ده. مش فاهمه ايه التكنيك الجديد الغريب ده. يلا يا بنات، this is الأستاذة لاكونتيسا، و have a great one، وأشوفكم على خير في فيديو آخر، لايف آخر، وتوتال آخر. باي باي. ما تنسوش اللايك، فوتكم بعافية.